إذن البداية من الشأن الميداني في شمال شرق سوريا وتحشدات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية. لنشاهد التقرير. دون الاكتراث لاتفاقية وقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا، يستمر الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له بتحشيداته العسكرية في أرياف المناطق المحتلة. ففي محيط بلدة زرقان شمال شرق سوريا كثف الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له من تحركاتهم، وجاء ذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة. وأفاد مراسل قناة اليوم أن الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له استخدموا أسلحة إلى عدة قرى وإلى القاعدة العسكرية التي أنشأها غربي بلدة زرقان. وتتمركز تحركات الاحتلال في قرى عنيق الهوى وتل محمد وباب الخير وأم عشبة وسط تحليق طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في سماء المنطقة بشكل مكثف. ويواصل جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له منذ احتلالهم لمدينتي رأس العين وتل أبيض وأجزاء من ريفيهما في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي شن هجمات عنيفة تطال منازل المدنيين في القرى المحاذية للطريق الدولي M4. للوقوف حول تطورات هذا الموضوع مباشرة من الشمال السوري ينضم إلينا الصحفي ديليار جزيري، وأيضا من لندن الكاتب والأكاديمي الدكتور زارة صالح. أهلا ومرحبا بكما. لو بدأت من عندك ديليار، إذا تحشدات عسكرية للاحتلال التركي بمحيط زرقان، ما التفاصيل؟ مرحبا بكم. طبعا الاحتلال التركي ومنذ عدة أيام يقوم باستخدام قوات إضافية إلى منطقة زرقان. طبعا ليس فقط منطقة زرقان، نستطيع أن يعني نعد أسماء القرى. تفضل. يعني التحشدات من حوالي بلدة زرقان، قرية باب الخير، عنيق الهوى، وصولا إلى قرى يعني الريحانية، القاسمية، وصولا إلى الخط الدولي M4 وتحديدا قرى ليلان، حتى صوامع، يعني حتى بالقرب من منطقة صوامع عالية. في هذه الأيام الاحتلال التركي وهناك تواجد للجيش التركي أيضا، يعني سابقا كان هناك تواجد فقط لعناصر المرتزقة والفصائل التابعة له بأسمائها المختلفة. طبعا الآن هناك تواجد للقوات التركية، هناك تحركات كثيفة، هناك حفر خنادق في هذا الخط. أيضا هناك طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة بشكل مكثف تتواجد على هذا الخط الذي ذكرناه. طبعا هذه القرى التي ذكرناها هي بخط طول من محور زرقان وصولا إلى طريق رأس العين تلتمر، قرى يعني التي ذكرناها وصولا إلى الطريق M4. يعني في هذه القرى أيضا هناك في بين الحين والأخرى إطلاق النار على القرى الحدودية المحاذية، وأيضا هناك يتم قصف القرى بين الحين والآخر، وهذا ما يكون سبب لتخوف أهالي المنطقة من هجوم تركي، تحركات تركية جديدة، وخصوصا بعد الاشتباكات التي حدثت في محيط بلدة عين عيسى. يعني الأهالي هنا يتخوفون من يعني سيناريو عين عيسى يحصل هنا أيضا في مناطق تلتمر وزرقان والقرى المحيطة بها. طبعا التواجد الروسي ما زال مستمرا في المنطقة. قوات النظام المتواجدة في هذه المناطق أيضا خفف من تواجده وتحركاته باتت قليلة، وتحديدا حوالي قرى زرقان. يعني ليس كالتواجد الذي كان قبل فترة من الآن. يعني هناك تواجد قليل لعناصر النظام في هذه المنطقة التي ذكرناها. والطريق M4 بعد توقفه فترة طويلة أيضا في هذه الأيام هناك مرور لقوافل من المدنيين يمرون في يعني عبر طريق M4، ولكن بترفيقة روسية. عندما لا تتواجد هذه الترفيقة الروسية الأهالي يتخوفون من استخدام هذه يعني هذا الطريق، طريق M4. نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من الشمال السوري الصحفي ديليار جزيري. بالانتقال إليك دكتور زارة، مرحبا بك. استمعت إلى الزميل ديليار، في أي سياق تأتي هذه التحشدات برأيك؟
تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بكل تأكيد يمكن قراءة هذه التحشدات والتحركات التركية في الفترة الأخيرة والتي سبقتها أيضا في منطقة عين عيسى. هذا يدخل في إطار الصراع التركي الروسي في الداخل السوري، وأيضا في إطار البعد الإقليمي أو الدولي لهذا الصراع، حيث القضايا والمصالح التي أحيانا تتضارب وتتقاطع سواء في ليبيا أو في منطقة القوقاز، في حيث الصراع الأرمني الأذربيجاني في منطقة ناغورني كاراباخ، الصراع في شرق المتوسط، حيث الصراع التركي اليوناني هناك، حيث أن تركيا عمليا فشلت في الضغط على الجانب الروسي، ولعل ما شاهدناه مؤخرا من انسحاب تركيا تحشدات العسكرية من منطقة مورك في حماة كأكبر دليل على تنفيذ الضغوطات الروسية التي هي بمثابة إملاءات، خاصة كما نعلم بأن التفاهم الروسي التركي في آذار كان جاء بمثابة إملاءات على تركيا الالتزام بها وتنفيذها، لكن تركيا لم تلتزم حتى الآن بتلك الاتفاقيات وحتى التي سبقتها في سوشي. لهذا رأينا قصف روسي لفيلق الشام العنيف قبل أيام في قرب من لواء اسكندرونا، وهي كانت رسالة روسية لتركيا وليس لفيلق الشام الذي يمثل الجناح العسكري للإخوان المسلمين، وكما نعلم هذا الجناح هو مع الاتفاقيات الروسية التركية، أي بمعنى أن اليوم تركيا تشعر بأنها في مأزق من الوضع الحالي في سوريا، فلهذا تحاول إرسال رسائل إلى روسيا، حيث كما نعلم هناك تواجد ولو شكلي لروسيا في منطقة عنيسة اليوم في مناطق الزرقان. اليوم تركيا تحاول الضغط وإرسال رسائل إلى تركيا علها في مسعاها لإقامة رسائل صفقات. وفق أي سياق دكتور زار؟ الحديث حتى الآن فقط عن مجرد تحشدات عسكرية، يقول الزميل ديار للتو اللافت فيها هذه المرة وجود لقوات جيش الاحتلال التركي ليس فقط الفصائل الإرهابية. هل ثمة احتمال لأن يقدم الاحتلال التركي لأي أعمال عسكرية؟ بتقديري الجانب الروسي واضح في هذه المسألة. هناك نقاط يجب على تركيا الالتزام بها، مثلا طريق M4 حلب لاذقية حلب حماة، أيضا الالتزام بتصفية حراس الدين. هناك قضايا عسكرية عالقة في منطقة إدلب. الجانب التركي ومن خلال فشله في تلك المناطق يحاول المساومة في منطقة شمال شرق سوريا، حيث كما نعلم بأن هذه المنطقة منطقة أولا تركيا تحاول كما كالعادة الفوبيا الكردية لديها في محاربة الكرد هناك، وتصريحات أردوغان المتكررة بأنها ضد إقامة دولة إرهابية هناك. كل هذه الرسائل هي رسائل لروسيا، وبتقديري حاليا تركيا لن تستطيع القيام بأي عمل عسكري واسع وشامل في تلك المنطقة لأكثر من سبب. منها منها أولا روسيا لن تسمح بذلك، الرسائل الروسية واضحة والرد الروسي العنيف في على فيلق الشام. نعم. وما يجري هناك في مناطق إدلب من صراع عسكري على الأرض يعكس هذه الرسالة الروسية، خاصة وكما نعلم بأن روسيا مستاءة من إرسال تركيا للمرتزقة السوريين في منطقة ناغورني كاراباخ لدعم الجيش الأذربيجاني هناك. لهذا بتقديري قد تشهد المنطقة بعض المناوشات العسكرية من الجانب التركي والمرتزقة السوريين وقود أردوغان والاحتلال التركي، لكن لن تسمح روسيا وحتى أمريكا لن تسمح بالقيام بعمل عسكري شامل، وخاصة بأن هذه الفترة فترة حساسة بالنسبة للجانب الأمريكي أيضا، وهي مقبلة على انتخابات، ولن تسمح بمزيد من التعقيد في تلك المناطق، خاصة وأن القوات السورية الديمقراطية
قد أرسلت برسائل واضحة إلى الجانب الروسي والجانب الأمريكي، الطرفين الضامنين للاتفاقية الموقعة في أكتوبر العام الماضي والتي لم تلتزم بها، في حين الجانب الكردي أي قسد التزم بهذه الاتفاقية. وما نشهده اليوم هو اختراق لهذه الاتفاقية، ولهذا فإن روسيا بتقديري لن تسمح، وسيكون هناك توافق أمريكي روسي حول هذه النقطة، خاصة ما شاهدناها من ضرب للفصائل الإرهابية في فيلق الشام وغيرها في جانب أمريكا ومن روسيا أيضا. الحديث يدور أيضا عن انهيار في قيمة الليرة التركية ليس له مثيل منذ التسعينيات، ومعروف عن النظام التركي دائما محاولة تصدير أزمات الداخل التركي إلى الخارج. هل تهديدات رئيس النظام التركي أيضا اليوم حيال منطقة شمال وشرق سوريا والحديث عن هذه التحشدات يأتي في هذا الإطار برأيك دكتور زارة؟ هذا أيضا إحدى وسائل سياسة حزب أردوغان في تصدير أزماته. يعني الداخل التركي اليوم يعاني من أزمات خانقة، يعني والجانب التركي أيضا أي سياسة أردوغان تحاول اللعب على ورقة المشاعر القومية والمشاعر الدينية. يعني كما شاهدنا هذا الصراع المحتدم وتصعيد من قبل أردوغان ضد ماكرون يدخل في هذا الإطار. يعني أي هناك تزاوج بين المايو والعباءة الدينية التي يستخدمها أردوغان كوجه علماني وديني متطرف للتأثير على الداخل التركي أولا، وأيضا لدغدغة مشاعر العالم الإسلامي التي مع الأسف ما زالت تتأثر بهذا الخطاب الأجوف الذي ينتهجه أردوغان مع أكثر من جهة دولية. يعني طيب ختاما، يعني اليوم كما أسلف للتو الزميل دليار بأن ثمة في الحقيقة تخوفات من قبل الأهالي بمحيط زرقان من أي عدوان تركي جديد، ولكن في ضوء الخطوط الحمر العديدة التي ذكرتها دكتور زارة أمام أي توغل تركي، ما أقصى ممكن أن يفعله هذا النظام في منطقة شمال شرق سوريا؟ بتقديري كما ذكرت، يعني لن تشهد المنطقة أي عملية عسكرية واسعة النطاق من الجانب التركي ومرتزقته. أردوغان يحاول القيام بهكذا مناوشات عسكرية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والمناطق الكردية، أولا ليثبت لتلك المرتزقة السوريين ويلهيهم بقضايا أخرى، خاصة بعد إرسالهم إلى مناطق مثل ليبيا وأذربيجان، وأيضا بعد انسحابهم مناطق أخرى، والوعود التي كانت قد وعدها أردوغان سواء في أكثر من نقطة. يعني اليوم هناك خيبة أمل في هذا الجانب من قبل هذه الفصائل، رغم أنها لا تلوح بذلك لأنها تأتمر بأوامر الاحتلال التركي، لكن هذه هي السياسة يتبعها أردوغان دائما إلهاء هذه الفصائل المرتزقة بمعارك تمس يعني مشاعرهم، خاصة لأن هناك عداء أو نوعا من العداء من جانب هذه الفصائل المرتزقة تجاه مناطق سيطرة قسد وبتحديدا المكون الكردي والخطاب التركي الذي يهيج هذه المشاعر ضد أبناء تلك المنطقة تحديدا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من لندن، الكاتب والأكاديمي الدكتور زارة صالح. بعد الفاصل، أزمة الخبز في مناطق سيطرة الحكومة وتناقض تصريحات المسؤولين.